بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد رجائي، خريج سياسة اقتصاد. حابب أوي إن أنا أتكلم معاكم، وإن إحنا نمسك حياتنا العامة كعموم، نبتدي نفصلها، نشوف المشكلة حتى لو كانت مشكلة اجتماعية أو أخلاقية، إيه أساس المشكلة من أصله. هنتكلم مع بعض على حلقات كتيرة، وكل حلقة فيها إن شاء الله بإذن الله هنمسك موضوع معين، هنمسك مشكلة معينة، نمسك المشكلة وهنشوف أساس المشكلة دي بالتاريخ، كانت بدأت إمتى وإزاي، وإيه العوامل اللي أدت إنها تبدأ، وبعدين إيه الحلول اللي إحنا ممكن نقترحها عشان تتحل المشكلة دي. بإذن الله الحلقات اللي جاية هنبتدي نتكلم في المشاكل الاقتصادية، وهنبتدي نركز قوي على العمق السياسي لأي مشكلة اقتصادية، لأن أنا من وجهة نظري إن أي مشكلة اقتصادية أخلاقية كان أساسها ليها عمق سياسي، سواء كان بإدارة حكم مش مستوعبة، أو بإدارة حكم تاخد قرارات غلط بتأثر سلبي على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية اللي المجتمع المصري وللأسف المجتمع العربي بالكامل عايشه. فإن شاء الله بإذن الله تابعونا على الحلقات اللي جاية بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله هستفاد منكم وأنتوا هتستفادوا مني بإذن الله.